قاضي فيدرالي في ولاية تكساس بيسمح بإزالة رول أو قاعدة كان عملها الرئيس السابق جو بايدن في آخر أيامه. إيه اللي بيحصل؟ الحقيقة كان في قاعدة أو رول كان عاملها الرئيس السابق جو بايدن في آخر أيامه. القاعدة ديت بتسمح أن الناس اللي عندهم ديون طبية تتشال من التاريخ الائتماني أو الكريدت هيستوري بتاعهم. إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت رفعت قضية لمحكمة فيدرالية في ولاية تكساس، حكم فيها القاضي شون جوردن اللي تم تعيينه من خلال ترامب في 2019 بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقدر تعمل دوت، فهترجع تأثر تاني الديون الطبية في التاريخ الائتماني للناس. فالناس اللي عندها ديون طبية محتاجة تتواصل مع المراكز الطبية أو الأماكن اللي عليها ديون ليها، وتبدأ تشوف حلول معاها بحيث إن هي تدفعها أو تقسطها أو غيره، لأن ده هيأثر عليها بشكل سلبي في الفترة الجاية مع التاريخ الائتماني بتاعها. تحياتي الجميل وائل العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.